صباح الفل على كل الزملاء الجمال. نكمل كده في الفيديوهات بتاعتنا مع الزميل الفريش. النهارده هنتكلم بقى عن الكول او المحور البيزنس بتاعنا، ان احنا نخش للدكتور ونتكلم عن البرودكت بتاعنا واللي انا شايف انها مهمه. ولما كنت كتبت البوست والناس قالت مش عارف ايه وايه وايه، دي السمه الشخصيه بتاعتك. الكول هي اللي هتاخدها معاك، انت اتنقلت من شركه لشركه لشركه، دي السمه الشخصيه، دي الحاجه الشخصيه اللي انت واخدها معاك وانت ماشي من الشركه دي رايح للشركه الثانيه. ودي الحاجه فعلا صدقني اللي بيحترم الدكتور، بيحترمك لما بيسمعك وانت بتتكلم وكلامك منمق، كلامك منظم، علمي. الكلام ده كله مهم جدا، يعني بغض النظر عن اي حاجه تانية. اعرف اعمل كول، وبعد كده يا باشا خليك في الحاجات التانية اللي بتجيب التارجت زي ما انت عايز، بس لازم تعرف تقول كلمتين على بعض. تمام، نكمل. الكول لو انت هتيجي تاخد تريننج في اي شركه، هيبقى بقى عايز تسميها سيلينج سكيلز، ادفانسد سيلينج سكيلز، اي حاجه زي كده. هي عباره عن 6 عناصر. نقول ال6 عناصر مع بعض الاول دلوقتي، وبعدين نركنهم على جنب. ايه هم؟ بريفيل السيلز كول، بتحضر السيلز كول. نمره 2 اوبننج اند رابور، الدخله بتاعتك وانت بتتكلم مع الدكتور. تمام كده اهو. انكفر النيد، الدكتور ده وانا عايز ايه، تمام كده، او النيد بتاعته ايه. بعد كده اهو بتخش على اللي هي الاين الاون براند، اللي انت بتظبط البراند بتاعك على النيد بتاعت الدكتور، وبيبقى فيها هاندلنج اوبجكشن. تمام كده. ايه بعد كده الخامس حاجه كلوز وذ كوميتمنت. السادس حاجه اللي هي انالايز السيلز كول. خلاص عرفناهم، دول العناصر اللي هي بتاعت اي تريننج انت هتاخده، اركنهم على جنب. الكول بقى لما تروح انت مثلا اشتغلت مستشفيات واشتغلت كذا حاجه، فقال لك في والله السيلز كول دي، في الديتيلد سيلز كول اللي انت بتقعد براحتك فيها تتكلم في دقيقتين وثلاثه واربعه وخمسه. وقال لك في حاجه اسمها الفلاش سيلز كول. فلاش دي بتقلب نور للدكتور، عارف انت، هو بتقلب له نور يعني. الفلاش سيلز كول اللي هي ايه، عباره عن 30 ثانيه حاجه زي كده. قال لك الاثنين دول، السيلز كول العاديه ديتيلد او الفلاش سيلز كول، لازم يبقى فيها 5 عناصر. تمام كده. تعال نقول ال5 عناصر مع بعض. نمره 1 اسم البرودكت، التريد نيم بتاعه، والاكتيف انجريدينت طبعا عشان الدكتور يبقى عارفه. الانديكيشن بتاعه ايه، انا بستخدم في حالات ايه. الدوز بتاعته ايه، ادي نمره 3. السيفتي بروفايل اللي هو قبل الاكل بعد الاكل بيعمل انتراكشن مع دواء تاني ولا الكلام ده كله. تمام كده اهو. وخامس حاجه بيبقى البرايس بتاع الدواء بتاعك. ادي ال5 عناصر لو فكرت فيهم، هم دول ال5 عناصر اللي محتاجهم الدكتور عشان ما يجي يكتب الدواء بتاعك يبقى عارف هو بيكتبه في ايه. الانديكيشن واسمه وبرايس وبيتاخد ازاي والدوز ومش عارف والكلام ده كله. هي دي ال5 عناصر اللي الدكتور محتاجهم عشان يقدر ان هو يكتب الدواء بتاعك. حلو كده. طيب اركن دي كمان على جنب، خلينا كده اركنهم على جنب، بس افتكرهم الله يكرمك عشان انا بنسى الحاجات اللي بركنها على جنب دي. ما علينا، نكمل. طيب انا النهارده لما بتيجي الناس تبعت لي تقول لي انا بقالي فتره كبيره بشغال بس مش عارف اعمل سيلز كول، او في ناس بتتلخبط، او في ناس يا عيني لما بيجي قصادها حد بقى بيزنس في بيزنس ريفيو ولا حاجه كده، فيقول لك اعمل كول ولا اي حاجه زي كده، بتتلخبط لان خايف وهايب الموقف. فلازم اقول لك على حاجه. نمره 1 اولا الخوف عادي، ان انت تبقى خايف ان انت تقول قصاد حد هيقيمك، فده عادي جدا، دي حاجه في السمه الشخصيه بتاعت الانسان، لكن مش الخوف اللي يعطلك او الخوف اللي يخليك ما تعرفش تتكلم. فيبقى لازم توصل لصيغه تخليك تتكلم بغض النظر عن اللي قصادك هو مين. ادي نمره 1، فده الخوف. الحاجه الثانيه عدم الثقه بالنفس. ايه هو عدم الثقه بالنفس؟ ان انت لما بتخش النهارده اي شركه فيبتدي ان انت تحضر تريننج، فيجي يطلعوا واحد قديم مثلا، فيبتدي القديم ده هو يتكلم على البرودكت، فتلاقي ايه، منطلق، حاجه عظمه، فانت قاعد يا عيني بتحس ان انت انا مش هعرف اعمل الكلام ده. لا هتعرف. الراجل ده يا عم بقاله 4 أو 5 شهور أو 6 شهور بيقول الكول دي باستمرار، فاتحفظت بالنسبه له، فبقت سهله جدا بالنسبه له. فانت هتيجي الفرصه وهتتعلم وهتتدرب وهتوصل للمرحله دي. طيب ايه اللي بيخلينا نتلخبط؟ يا اما انفورميشن كتير يا اما انفورميشن قليله. تخيل، يا دي يا دي. تخيل ايه ده، يعني انا عندي انفورميشن كتير ممكن انا اتلخبط؟ ممكن تتلخبط. عندي انفورميشن قليله اتلخبط، ده اساسي هتتلخبط، لانك خايف داخل الدكتور عندك شويه معلومات قد كده عن الدواء، فخايف اولا في قناعتك الشخصيه وفي الباك مايند بتاعك، خايف ان هو يسالك في اي حاجه ما تعرفش عارفها، فانت جواك قلق. تمام كده. وهنعرف نتغلب على الجزئيه دي ازاي. فاللو انفورميشن عندك مشكله كبيره جدا انك تتحرك في انفورميشن قليله قوي، فمش عايز الكل تخرج بره الانفورميشن القليله دي. فاي محاوله للدكتور او اي محاوله للمحاور اللي قصادك ان هو يخرج بره الاطار هيلخبطك. دي نوع. طب انفورميشن كتير، ده انا عندي انفورميشن كتير. عندك انفورميشن كتير، لكن انت في ناس بقابلهم بيبقوا عايزين يقولوا كل الانفورميشن، فتلاقيه ماشي في الكول كويس وبعدين افتكر حته فوق وكان المفروض يقولها فيرجع تاني يقولها، وبعدين يرجع يكمل الكول وبعدين يرجع يقولها. الكول هي عباره عن زي عارف انت، يقول لك ايه، مشيها ميه واحده، صيغه واحده.
لما انت هتبقى ماشي بصيغه معينه في دماغك بسكيلتون معين في دماغك، هتلاقي نفسك ماشي سموث جدا، والكول طالعه منك لذيذه جدا وخفيفه جدا، والدكتور ما بيقعش منك. ما انا مش كل شويه بقى ايه وصلنا للدوز فرجعنا للافكت مره تانية ان مش عارف بيعمل ايه، وصلنا مش عارف للبرايس ولا اخر حاجه وهقفل الكوميتمنت، لا رجعنا مش عارف ايه، اصل انا نسيت اقول معلومه. كل الكلام ده هيخلي الكول مشتته جدا، هيخلي الدكتور مشتت جدا معاك، فلازم تمشي ميه واحده. حلو كده، كفايه على كده دلوقتي. انا في المره الجايه بقى هنقول نمشي ازاي بسكيلتون معين كده في الكول. صباحكم بيضحك، كل سنه وحضراتكم طيبين، مش عارف على ايه كل سنه وانتم طيبين، بس تقريبا بقيت اتعودت عليها، فبرضه يا رب كده بايامكم كلها افراح وسعاده يا رب. كل سنه وحضراتكم طيبين، سلام عليكم.